ليه دايما بنسمع ان الام غريزه، ودايما الامهات يقولوا لعيالهم بكره لما تكبري وتكوني ام هتعملي كذا وكذا وكذا؟ ليه لازم لما تكبر تكون ام؟ وهل هي فعلا لازم لما تكبر تكون ام، او هي عايزه تكون ام، او ينفع تكون ام ما يمكن تطلع عقيمه مثلا؟ طب لو كبرت وما بقتش ام، هل ده يقلل من قيمتها كامراه او كانثى عموما؟ هل العقم وصمه عار ولا نعيم احنا مش حاسين بيه؟ هل الامومه قرار ولا ضغط اجتماعي؟ اغلب البنات مش بيقدروا يتحملوا المسؤوليه وان هم يكون عندهم اطفال، بالعكس هم بيخلفوا لمجرد الخلفه بس، او مجرد هم يمتلكوا رحم ويقدروا يخلفوا بيه، لكن هم فعلا مش مستعدين الاستعداد الفعلي للخلفه. ونتيجة ده أطفال مدمرة نفسيا ومرضى نفسيين اللي هم بعد كده بيبقوا قتلة ومجرمين. والتربية مش سهلة، لا الدلع هيربي ولا العنف هيربي. التربية مش مجرد أوامر وعقاب واعمل وما تعملش. للأسف المجتمع بيضغط على البنات إن هي تكون أمهات، وإنها لازم تكون أم بإرادتها، أو بمعنى أصح بإرادتهم هم، ولو ما بقتش أم تبقى أنانية وما بتحبش غير نفسها. وإنتي يا عزيزتي الأم، هل إنتي فعلا أم بإرادتك ولا مجتمع أغرقك على ده؟